مبدئيا مساء الخير. الحكاية اللي معانا النهاردة مش مجرد فيلم رعب، ده رحلة قطر تحول لجحيم، وكل واحد فيه اتحط قدام اختبار حقيقي. خلونا نبدأ من الأول خالص. الفيلم بيفتح على طريق رفيقية هادية جدا، نقطة تفتيش عربية نقل معدية بيتم رشها بمطهرات بسبب تسريب حصل في مصنع كيماوي قريب. السواق متوتر بس بيعدي، العربية بتمشي وفجأة بتخبط غزالة، الغزالة بتقع ميتة على الأرض. الكاميرا بتسيبها اللحظة وبعدين نرجع نلاقي جسمها بيترعش، عظمها بيتكسر وبتقوم واقفة تاني بعينين سودة مخيفة. من اللحظة دي احنا قدام وباء خارج عن السيطرة، ومحدش هيقدر يسيطر عليه بأي شكل من الأشكال. وبنروح للعاصمة، هناك بنتعرف على شخص اسمه سواك، مدير صندوق استثمار ناجح جدا، حياته كلها أرقام وصفقات. عنده بنت صغيرة اسمها وين. في الحفلة المدرسية المفروض تبقى لحظة مهمة جدا في حياته، لكنه ما بيحضرش وبيفتكر عيد ميلادها متأخر، وبيجيب لها هدية طلع جاب لها قبل كده زيها. البنت مش زعلانة علشان الهدية، هي زعلانة علشان والدها مش موجود معاها. وين بتطلب منه طلب واضح، عايزة تروح بوسن تزور أمها. هو بيحاول يتهرب منها، لكن قدام إصرارها بيوافق يوصلها بنفسه للقطر. في محطة القطر بنشوف تنوع الناس، طلاب وموظفين وفريق بيسبول. راجل قوي اسمه سانج هو بيكون معاه مراته الحامل، وراجل أعمال متكبر اسمه سوك. القطر بيتحرك وكل شيء شكله طبيعي قبل ما الأبواب تتقفل بلحظة واحدة. بنت مصابة بتدخل بالعافية، محدش بيلاحظ أي خطورة في اللي حصل ده. بعد دقايق البنت بتقع وبتتشنج، المضيفة بتحاول تساعدها لكن فجأة بتتحول قدام الجميع وبتعضها. خلال ثواني العدوى انتشرت، المصابة بتعض واحدة والتانية والتالتة، الهلع بيملى المكان. ويؤسفني أقولك إن الزومبي في الفيلم ده مش بيمشوا ببطء، لا دول بيجروا بسرعة مرعبة وبيتحركوا بعنف هستيري. أي عضة معناها إنك انتهيت فورا. سويك بيمسك بنته وبيهرب لعربية تانية. هناك بيتجمع شوية من الناجين زي سنج اللي هو واقف في وش أي هجوم علشان يحمي مراته، وعلى الناحية التانية يونج بيطلب بقفل الأبواب وعدم السماح لأي حد يدخل، وبيكون خايف على نفسه جدا. القطر بيقف في محطة معينة، الركاب فكروا إن الجيش مسيطر على الوضع وبينزلوا من القطر بحذر، لكن المحطة شكلها مريب. فجأة الجنود نفسهم بيتحولوا، المكان كله بينفجر رعب، الناس بتجري بشكل رهيب راجعة على القطر تاني. الناجيين بيكتشفوا إن الزومبي بيتحركوا بالصوت والنور، لكن في الضلمة بيتلخبطوا، ودي نقطة ضعف مهمة جدا. في نص الرحلة بيقرر سواك وسيونج هو ومجموعة صغيرة إنهم لازم يعدوا عربية مليانة زومبي علشان يوصلوا لأهلهم. بيلفوا هدوم على دراعتهم للحماية وبيدخلوا المواجهة عنيفة جدا. القتال هنا يدوي وعنيف جدا، ضرب في الروس، زق في الحيطان، قفل الأبواب في آخر لحظة. مشهد طويل جدا من التوتر، وبيوصلوا أخيرا للعربة اللي فيها باقي الناجين. بيخبطوا على الباب لكن سويك بيرفض يفتح، وبيصرخ وبيقول إنهم ممكن يكونوا اتعدوا. الخوف بيتحول لأنانية. بعد الضغط الباب بيتفتح، لكن الشك بيفضل مسيطر على الناس اللي جوه. واحدة من البنتين الصغيرين بتتعض، وصاحبتها بتقعد جنبها رافضة تسيبها وبتستسلم للموت معاها. لحظة صمت مؤلمة جدا. سيونج بيتصاب وهو بيسد الباب علشان مراته تهرب، قبل ما يتحول بيبصلها نظرة وداع. تضحية كاملة بدون تردد. القطر بيقرب من بوسن، لكن السكة قدامهم مقفولة بقطر متدمر، لازم يكملوا مشي وسط الضلمة والنار. عدد الناجين قليل جدا. يونج سواك بيتعض لكنه بيخبي الإصابة، وبيدخل غرفة القيادة وبيمنع الباقيين من الدخول. في المواجهة الأخيرة في متحول تاني بيهاجم سواك، الاتنين بيتصارعوا فوق القطر. سويك بينتصر لكنه بيتعض في اللحظة الأخيرة. هنا بيجي أصعب قرار لسويك، وبيودع بنته وبيطلب منها تكون قوية، وبيتذكر لحظات والدتها، وبيمشي لآخر القطر وقبل ما يفقد وعيه بيرمي نفسه. في النهاية وين والمرأة الحامل بيمشوا على قضبان السكة الحديد. الجنود شايفينهم من بعيد لكن شاكين انهم زومبي، كانوا خلاص هيصدروا قرار باطلاق النار. فجأة وين بتغني الاغنية اللي كانت بتحضرها لباباها، الصوت بيوصل للجنود وبيعرفوا انهم بشر وبيوقفوا ضرب النار. الفيلم بينتهي على مشهد النجاة لكن بعد خسارة فادحة. يا جماعة الرحلة دي ما كانتش بس هروب من الزومبي، في القطر ده شفنا الشجاعة والأنانية والتضحية والخوف، وكل شخصية اختارت هتكون مع مين في اللحظة النهائية. وده كان ملخص رحلة قطر بوسن، رحلة بدأت عادية جدا وانتهت بفصل واضح بين اللي عاش بضمير واللي مات وهو بيجري من غيره. وأخيرا لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة، وتقول لنا في التعليقات حابب الفيلم الجاي يكون ايه. سلام.